اليوم رح اعمل شعري كيرلي بهدول البرودكتس. انا شعري كتير سابل، هلا انا مسبلته بس بشكل عام هو كتير سابل. دايما حاولت اني جعده ما بيمشي الحال، فاليوم قررت اني اعمله كيرلي بطريقه كتير بروفيشنال. هذا السيتنج سبراي فيه اسا بس شوي واستخدمته مره واحده بس، يعني بالنسبه لي عن جد حيكون تحدي اليوم لانه انا شعري ابدا مو خارج انه يكون كيرلي مجعد. اليوم رح نعمل المستحيل ونجعد هذا الشعر السابل. اذا بشكل عام عندكم نصائح كيف الواحد اذا شعره كتير سابل كيف يعمله مجعد اكتبوا لي تحت بالتعليقات. انا شفت الخطوات اونلاين كيف الواحد بيعمل شعره كيرلي واشتريت على اساس هدول البرودكت. مهمتنا اليوم انه نعمل شعرنا كيرلي يكون الشعر مو ملزق على بعضه وكمان يكون في فوليوم. شفت انه افضل طريقه لحتى الواحد يعمل شعره كيرلي انه لازم يكون الشعر كتير رطب او حتى عم ينقط. اليوم حستخدم كمان شامبو وكونديشنر للشعر الكيرلي حصرا. شغلت شي نص ساعه وبرجع لكم. وهيك بكون خلصت حمام. حسيت بفرقين لما استخدمت الشامبو والبلسم تبع الشعر الكيرلي. اول شيء انه المنتجات للشعر المجعد إلها ريحه كتير ذكيه مثل المربى او المسكه او العطر. حتى الفرق الثاني هو انه لما استخدمت البلسم للشعر الكيرلي حسيت انه شعري صار خشن، مو مثل لما بستخدم البلسم للشعر السابل العادي. ما بعرف اذا هو لانه انا شعري سابل او انه هو لازم يكون هيك لحتى يصير مجعد. الخطوه اللي بعدها هو نحط الليف ان كونديشنر واللي هو بلسم بس بنحطه على الشعر بعد ما نتحمم. انا اشتريت حصرا هذا المشط للشعر المجعد. وهيك بكون خلصت تمشيط شعري. وهلا رح احط الليف ان كونديشنر. مشان يجي الكونديشنر على كل الشعر رح استخدم المشط مره ثانيه. الخطوه اللي بعدها نحط ستايلينج كريم والكريم جل وبعدين نجعد الشعر يعني. بس مشكلتي الوحيدة انه البنت ما قالت بالفيديو كانه بتحط هاد وهاد وبعدين بتجعد الشعر، ولا بتحط هاد بتجعد الشعر بعدين بتحط هاد وبترجع بتجعد الشعر. البنات يلي شعرها كيرلي بتعرف انه فينا نعمل الشعر مجعد ونخلي هاد قسم مبين، وفينا كمان ما نخليه مبين بحيث اذا بدنا نلعب بشعرنا نزيحه من هي الجهة لهي الجهة. كمان فينا بهذا الفيديو انا رح احاول اني اشيل هذا الخط. عملوا هي بالفيديو انه بتعمل هون مثل حرف اليو او مثل الطنجرة هيك، تشيل هذا القسم وبترفعه وبتبلش من تحت بعدين بالنص بعدين بتعمل من فوق. يمكن اسهل اذا عملته بايدي. هي وحده منكم قالت لي انه عندها مثلها فرح نستخدمها. يا كيف طالع شكلي. المهم الخطوه اللي بعدها انه حتى هذا القسم بتقسمه قسمين هيك، من فوق ايدنا بيكون قسم ومن تحت بيكون القسم الاخير. رح اشيل اول قسم، رح احط هيك شي ما بعرف اذا كتير على هي الخصلة، اذا يظهروا كتير لصقين ما فيني عم امسك العلبة. هلا رح احط من الثاني هيك شي. وهي كانت عم تمشطه هيك بعيد عن وجهها ومن جوا لبرا هيك شي. وهي اول خصلة صارت جاهزة. رح كفي باقي القسم وارجع لكم. البنت بالفيديو قالت انه لازم نسمع هذا الصوت. هي بالنسبة لأول قسم خلص وحاسة انه كتير النتيجة عجبتني. رجعوني دياتي كتير، حاسة حالك تعب بعمل رياضة بس كتير مبسوطة بالنتيجة. هلا حنبلش بالقسم الفوقاني. البنت بالفيديو كيف طالع شكلي. البنت بالفيديو بتبلش من ورا وبتصير بتشيل خصلة بتعملها وبتردها لورا هيك 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 لتخلص. ماني عم شوف كمية الشعر اللي خسرته بهذا الفيديو مو طبيعية. وهلا اخر وحده واللي هي اصعب شيء لانه انا عندي غرة والغرة قصيرة شوي فخايفة انها تطلع هيك لهون. ايه هي النتيجة النهائية. ما مصدق انه هذا شعري انا. مثل ما شايفين ما في خط بالنص واللي هو هذا اللي كان بدي اياه من الاول. اخر خطوة هي هذا الموس. محاول نزل ما عم ينزل. ريحته مو كتير حلوة.
بعتقد هيك صار بكفي. البنات اللي شعرها كيرلي عندها دائما خيارين، هو انه تلف شعرها بشغله اسمها بونت، تحطوها على الشعر هيك وبتكون سلك وبيناموا فيها وهيك بينشف الشعر جواتها. وفي بنات بتستخدم السشوار، بس لكن سشوار خاص للشعر المشعر. انا ما كان عندي واحد فاشتريت واحد منه، حفرجيكم. ترى ياي هي الخطوة الأخيرة وبعدين رح نشوف كيف رح يطلع شعري. شعري حاسي ما عم يمسك، بتركه شوي بس وفورا بحسه بيرجع بيسبل. شايفين هدول؟ صاروا من شوي هون. حستخدم هذا الحماية من الحرارة. هلا بالنسبة للطريقة اللي البنات اللي شعرها كيرلي بتستخدمها، هو انه رح استخدم هاد حطه على خصلة، وبعد شي كم ثانية رح استخدم هي الكبسة. هي خصلة البرودة، فحيطلع اول شي الهواء ساخن لكم ثانية بعدين بارد. هذا بيساعد الخصلة تضل بمكانها وانه تطعيجات هي تضل لوقت اطول. هي الشعر بعد ما نشفته شي 60 او 70%. انا كتير مبسوطة بالنتيجة. حس كان لابق لي اكتر لو اني عملت له هذا القسم. وهي هي النتيجة النهائية. ما فيني اقول انه 100% زبط، ولا فيني اقول انه 100% ما زبط. يمكن اذا عملته اكتر حيتعود شعري اكتر، بس بشكل عام فينا نقول انه بداية موفقة. بصراحة كتير مبسوطة فيه، انه بتمنى لو كان شعري الطبيعي هيك. يعني انا هدول اذا تركته للصبح مستحيل يضلوا. إذا عندكم أي أسئلة أو نصائح إلي للمرة الجاية اللي بدي أعمل فيها شعري كيرلي اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وهلا بتمنى لكم نهار كتير سعيد، ولا تجوزوا تبتسموا اليوم. باي باي.